الحقيقة أنه الفسقة بموتوا والعارفين بموتوا. الموت مكتوب على الفريقين، لكن العبارة بتاعت أنه الإنسان لما يغفل عن الله بموت، المقصود منها أنه الإنسان لو عرف تمام المعرفة، عرف ربه تمام المعرفة وكان حاضر دائما مع الله ما بموت. ده المقصود، يعني الخلود حظنا بنبلغه لما ننتصر على الغفلة. لكن في مرحلتنا الحاضرة كلنا بنغفل، العارف بيغفل والفاسق الجاهل بيغفل، والتفاوت بيناتهم فقط تفاوت مقدار. مش عارف ايه اللي عجبكم في الموضوع ده اللي قدامه. الموضوع شنو؟ أن الموت تجربة لابد أن نمر عليها لننتصر عليها، لأنه المعارف ذوقية، فنحن بنذوق الموت لنعرفه. لكن يقال أن الإنسان إذا كان قدر يموت معنويا بالمستوى اللي به الموت الحسي، يعني يرفع عنه الحجاب، لأنه في الموت الحسي بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا رفعت الغفلة بالمعرفة كما ترفع بالموت يبقى الإنسان مبموت. دي العبارة، لكن هذه حظ من الحظوظ العالية جدا، والمقصود منها أن الإنسان بينتصر على الموت بالمعرفة.